وجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي رسالة إلى كافة الشعب الإريتري في الداخل والخارج وقوات الدفاع البواسل بمناسبة العام الجديد 2023. وإليكم كلمة فخامة الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة العام الجديد. رغم انخفاض أضرار جائحة كوفيد-19 نسبيا خلال عام 2022، إلا أنه كان عاما مليئا بمختلف الأحداث الطبيعية، ولا أكثر صعوبة من الجائحة والأحداث الطبيعية هي الدسائس التي يقوم بها القطر الأوحد أسياد حكم القاب بهدف خلق التوترات الأمنية والاقتصادية مواصلة لعنهجيتهم. وعلى ذات المنوال ازدادت التدخلات البائسة في جيراننا تنفيذا لأجندتهم البالية وخلق النزاعات، بالإضافة إلى تزايد هستيريا العدايات الحاقدة الموجهة على إريتريا. في ظل هذه الأوضاع العالمية والإقليمية، أثبت الشعب الإريتري في الداخل والخارج تصديه الذي يزرع الفخر والاعتزاز، معززا وعيه العالي وصفوفه المتراصة كالبنيان، بينما صنعت قوات الدفاع الباسلة الدافئة تحت حضن شعبها معجزات أدبت من خلالها القزاة العنهجيين المستفزين. لذلك أعبر عن فخري واعتزازي اللذان لا يوصفان. كما أنه لا يبدو أن عنهجية القوى المتغطرسة والمعرقلة تنتهي نسبيا في العام 2023، إضافة إلى عدائيات ودسائس العملاء. في المقابل ستكبر وتزداد تحدياتنا التنموية أكثر فأكثر. لذلك نتمنى النجاح لاستعداداتنا الجادة بتحديات قوية إلى جانب خيارنا العادل والمستقبل. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول العام الجديد والأعياد. الفخر والمجد لشهدائنا الأبرار النصر والجماهير. وبهذه المناسبة ننوه بأن كافة وسائل الإعلام الإريترية ستجري خلال الأسابيع المقبلة لقاءات مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي فيما يتعلق بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية.